استكمالا لتغطيتنا الاعلاميه لاكاديميه المصري اكاديمي من هنا من داخل مدينه السادس من اكتوبر، سيدنا نلتقي باحد اولياء الامور في الاكاديميه. في البدايه نتعرف بيك يا فندم. شريف محمد، مهندس ميكانيك. استاذ شريف، اهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا فندم. وسهلا فندم. يمكن عاوزين نتعرف عن النجم اسمه ايه؟ مروان شريف. مروان بقى له قد ايه معانا في الاكاديميه؟ بقاله في حدود 4 اشهر. ما شاء الله. الاربع شهور دي كافيه ان احنا نحكم في تطور في اداء ولا لسه شويه ما نقدرش؟ طبعا بالنسبه للسن الصغير ده التطور بيبقى مستمر، مش من اول شهر ولا تاني شهر ولا غيره، ولكن ملحوظ وموجود واحنا حاسين بيه ده حتى في البيت كمان. مدى بقى تعقيبك على الاهتمام في الاكاديميه مع الاولاد من خلال مثلا الالتزام، الروح، التمرينات، الكلام ده كله؟ لا، الاكاديميه ملتزمه جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيهم، مدربين محترمين جدا بيعملوا شغل عالي جدا مع الاشبال والاطفال في السن ده خاصه يعني. ما شاء الله. نتعرف عن النجم بقى، اسمك ايه؟ مروان ايه؟ مروان شريف. عندك كام سنه؟ 6. 6. مبسوط هنا في الاكاديميه مع الكابتن؟ يمكن اخيرا برضه انا عارف ان المدربين بتتعب جدا مع الاولاد، يمكن سن كله الكيدز والاطفال. تقول ايه المدربين على شغلهم وتعبوا مع الاولاد هنا كلها؟ اقول لهم يعني ما تنتظروش الاجر غير من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيكم يا رب وييسر لكم الحال ودايما في تقدم وتطور باذن الله. باشمهندس شريف، تمنيات لحضرتك والمروان بالتوفيق وشكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا الف شكر. وده كان لقاءنا بالمهندس شريف، واحد من اولياء الامور باكاديميه المصري اكاديمي من هنا من داخل مدينه السادس من اكتوبر.